الكاوتش بتاعك اول حاجه هو ليه تاريخ انتاج. تمام. انت مثلا ممكن تبقى معاك عربيه موديل 2000 مثلا، هو تاريخ انتاج الكاوتش سنه 2000. عن لوجيك ان انت تفضل بيه عايز قاعد لحد دلوقتي، يعني هيتغير طبعا. هيتغير برضه. هو الاكسباير ديت بتاعه ممكن 5 6 سنين ماكسيمم، اذا هو ما كانش فيه مشكله في الكاوتش. ماكسيمم 5 سنين، ماكسيمم 5 سنين، ماكسيموم 5 سنين. طب نقدر نديله مثلا عدد كيلومترات معينه ولا ملهاش دعوه على حسب الاستهلاك؟ ما هو ممكن تبقى انت في سنه عامل 100000 كيلو فهتغير الكاوتش. صح. انت طبعا يعني هي نسبه وتناسب مع العداد، مع العداد حسب السواقه بتاعتك، يعني انت عدادك قد ايه. ودي من الحاجات المهمه اللي لما نيجي نشتري عربيه نبص على طبعا على الكاوتش. الكاوتش. وفي ناس بتركن عربيه بالسنين مش محتاجه ان هي تغير الكاوتش، تراجع بس على الهواء بتاع الكاوتش، انما مش محتاجه تغير الكاوتش. الكاوتش ما يمشيش اصلا. صح. هي على حسب، يعني غالبا على حسب الكيلوات، حاله الكاوتش والكيلوات، لكن ملهاش زي ما بيقولوا قانون كده انه مثلا لا لا اهم حاجه فكره ان انت تطمن برضو من الانتاج، سنه الانتاج طبعا. طب هل حتى هو ما مشيش عليها فتره طويله زي ما انت قلت مركونه وطريق انتاج قديم ممكن تبقى سليمه عادي؟ لا، هيرجع على حالتهم. لو حالتهم تمام من الرطوبه او المكان اللي هو مخزن فيه العربيه، ما ممكن المكان اللي مخزن فيه العربيه بيأثر على البطاريه وبيأثر على الكاوتش. لو المكان مناسب وما اثرش عليه تمام. لو هو اثر على الكاوتش او البطاريه طبعا هيتغيروا الاثنين. في ناس برضو بتركن بخصوص البطاريات، في ناس بتركن العربيات فتره طويله وتيجي تدور ما تدورش كده البطاريه بايظ، ملحت من الرطوبه. ملحت طبعا. صح. والكاوتش كذلك، فانت لو راكن فتره طويله لازم تيجي تراجع على الحاجات دي.